ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلو تمتع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يريد فلا تكن متعرضا قل إن الأمر كله لله سلم واستسلم لله سبحانه وتعالى وأذعن لأمره ولنهيه ولحده. وشوف سيدنا النبي يقول ايه؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. سيدنا النبي لما تسمع الحديث ثاني رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. النفس تجري على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بانيها أموالها لذوي الميراث نجمعها ودورها لخراب الدهر يبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعظم لدار غد رضوان خاتمها والجار أحمد والرحمن لا يشفيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى من عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأبصار عاكفة تسبح الله شهرا في مواليها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. هنرجع أيها الباري أيها السامي دع عنك ما قد فات من زمن الصلة واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لا تنفعه والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل بعدا والنهار إلهما أنفاسنا فيه ما تعد وتحسب كلا إذا بلغت التراقي عقيل من
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ويفتح سجدتم ويفتح ملككم ويفتح كتابه وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أيها الأحبة، ما علينا والله إلا أن نرجع إليه وأن نكون على يقين فيه وحده وأن نجدد الثقة فيه وحده وأن نجدد التوكل عليه وحده وأن نكون على يقين بأن جيوش الأرض من أهل الكفر لو اجتمعت لتستأصل الأمة من على ظهر الأرض فلن تتمكن. وأختم بهذه البشرى حتى لا تيأسوا ولا تقنطوا لهذا الواقع المرير الذي تحياه أمتنا الآن، فكن على يقين بأن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر وفجر الإسلام قادم بموعود الله ورسوله. تسمع كده البشرى الجميلة دي. سيدنا النبي يقول كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه يقول إن الله تعالى زوى لي الأرض. يا سلام، ربنا زوى الأرض كده كلها للنبي بالنبي شاف كل جزئيات الأرض. استطاعها مش بتشوف الوقت اللي بيحصل في أنحاء الدنيا والضباط؟ ها؟ بتشوف. فرب العزة زوى الأرض كلها لسيدنا رسول الله. يقول إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي بي منها. فصلي. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ملك فارس والروم. قال وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلك أمتي بسنة عامة القحط عام، وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني ملكهم وعزهم. اسمع، قال الصادق وإن الله عز وجل قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. اللهم لك الحمد يا سيدي. خلاص ده وعد ربنا لسيدنا النبي لن نهلك الأمة قحط عام. لا، ممكن يبقى قحط هنا لكن فيه رفض هناك، لكن الأمة كلها تمد بالقحط العام. طب والتانية بقى وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. الواحد الأسرة دي صار لو اجتمعت جيوش الأرض عشان تستقصد شتى الأمة لن تتمكن بموعود الله للصادق رسول الله. لو اجتمع على الأمة من بأقطارها وفي يوم مسلم من بين أقطارها يستقصدوا شأفتها ليريدوا وجودها وقضاءها لن يتمكنوا أبدا. لكن سيسفكون الدماء معا، سيمسكون الأشياء معا، لكن مش ممكن أبدا نبيد الأمة كلها من على وجه الأرض، لأن هذه الأمة كرمها ربها وشرفها بحمل أعظم رسالة